السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعرف نعمل إزاي presentation زي ده للتصميمات بتاعة السوشيال ميديا، ونعرف ننزّلها على Behance أو نضيفها للportfolio بتاعنا. تابعوا معانا الشرح إن شاء الله، وهاوضّح لكم كل اللي معمول ده. يالّا بينا. بس قبل ما نبدأ، أنا أشرف ودي قناة دروس على الماشي. مبدئيًا كده هنعمل المقاس، العرض 1400 والطول مثلًا نخلّيها 7000. مثلًا أنا عاملها طبعًا دي، فمش هاعمل واحدة تانية. بدايةً كده هنجيب لون الخلفية solid color عادي، هنختار اللون اللي إحنا عايزينه. فإحنا اخترنا already اللون اللي إحنا عايزينه، ودي عادي خلفية أو texture عادية، بس إحنا بنضبّط النظام اللوني بتاعها. هنخلّيها multiply. أول حاجة هنا إيه، هنا أول حاجة العنوان، دي تصميمات social media، الlogo، معلومات مثلًا تواصل أو كده. دي عبارة عن موكب عادي، كلها صورة واحدة دي. فإحنا هنبدأ تصميمات السوشيال ميديا دي، نكتب تصميمات سوشيال ميديا، هنظبطها شوية كده. وهنا لو لاحظت يعني هتلاقي بص في يعني في ميلان كده بسيط أو في بروز طالع النص اللي فوق على اللي تحت. فاحنا هنعمل نسخة تانية من التصميم من النص، نعمل لها تكست أو ستروك، معلش نخليه 1 أو نخليه 2. تمام. بعد كده نروح عند fill دي نسحب نخليها 0. ننزل التكست ده اللي تحت، ننزله شوية تحت. بعد كده نروح للي فوق على أداة text warp أو warp text، هنختار الfish eye، هنظبط فيها، يعني ممكن نخليها 11 أو مثلا 9 كويسة. تمام. كده ظبطنا دي تصميمات سوشيال ميديا. ممكن نضيف أي تأثيرات أو أي ألوان أو كده، يعني حتة زي دي كده مثلا ناخدها ونضيفها. ممكن نعمل منها نسخة تانية ونحركها هنا، تضيف برضو إيه بعد صغير. دي أنا كنت مظبطها من الأول، يعني كانت عبارة عن موكب جاهز أنا نزلته. بص فهتلاقي الصور أصلا كانت زي كده، كل دي الصور اللي ورا، صورتي أنا مثلا والموبايل والإيموجي كل الكلام ده. فخدتهم كده كل ده، عملت له سمارت اوبجكت عشان اعرف بس ايه اتحرك بيه بسرعه او ما يتجليش الجهاز معايا. فناخد النسخه دي ونروح هنا، وبس كده. فاحنا ضفنا الصوره دي، يعني كتبنا تصميمات سوشيال ميديا، وضفنا يعني عباره عن صوره كده فيها ممكن كل التصميمات اللي فاتت مثلا، او عنصر اساسي ممكن تضيف انت صورتك مثلا هنا بس، او ممكن تضيف صورة او عنصر من التصميم ده بس تضيفه هنا او تضيفه هنا، كأنك بتعمل زي يعني شرح للي داخل يشوف او داخل يتفرج، هو داخل يشوف ايه، فداخل يشوف تصميمات سوشيال ميديا. فدي نبذة مختصرة مثلا، او دي كل التصميمات اللي هو داخل يشوفها مثلا. مش عارف انت فاهمني ولا لا، بس هنكمل يعني. بعد كده في سوشيال ميديا هنا مكتوبة انجلش، وفي يعني انا خدتها كده سوشيال ميديا. الصراحة انا مكسل اكتبها تاني عشان نعمل التوهج او الموشن اللي حواليها ده. احنا بنعمل نسخة منها تانية، كنترول جي او جي، بعدين convert smart object filter
بلور، موشن بلور، هتتحول معانا كده زي ما احنا عاوزين يعني. بعد كده هنروح عليها نعمل ماسك بالبرش، نصغرها شوية ونمسح، نمسح في النص كده بحيث الأطراف يكون فيها موشن أو فيها حركة كده بالشكل ده. تمام. بعد كده التصميمات دي يعني هي التصميمات اللي احنا اشتغلنا عليها أو اللي احنا عملناها للعميل يعني، فمحتاجين ندخلها في موك اب. فده شكل الموك اب، يعني أنا نزلته جاهز أصلا وضفت فيه التصميمات دي، بس هو شكله كده يعني كل دول مع بعض. فانت هتاخدهم مثلا ننزلهم في نفس المكان زي التصميم الأول، أو نخليها كده، ننزلها تحت شوية. احنا ممكن نستغنى عن الكلام ده كله، يعني احنا ممكن ننزل التصميمات في الأول بس وخلاص كده. احنا ممكن نرسهم كده مع بعض زي الصورة دي وخلاص، دول صورة واحدة وتمام كده. وبعد كده انت ممكن تفنط فيهم مثلا، تعمل كل ده صورة لوحدها، تجيب العناصر اللي انت اشتغلت عليها مثلا، العناصر دي او ام علي دي مثلا، او ام علي، ورق العنب ده مثلا، التكتشر بتاع السجادة دي، وهكذا. او ممكن توضح انك اشتغلت مثلا اسم الفونت ده ايه، ال- العناصر انت مثلا تجمعهم في شكل واحد، تضيفهم مثلا في الاخر، وهكذا. احنا مثلا هنفترض ان احنا خلصنا التصميم، خلصنا كل التصميم ده وضفنا البيانات بتاعتنا وضفنا كل حاجة. فاحنا عاوزين يعني مش هناخد كل ده صورة واحدة. احنا بقى مثلا خلصنا كل اللي فات ده، واحنا عملنا التصميم وعملنا ورسينا التصميمات وعملنا كل حاجة في التصميم النهائي يعني، او البرزنتيشن اللي احنا هننزله عن البيهانس او البورتفوليو، وعاوزين نقسم البورتفوليو ده قطع صغيرة. فهنروح هنا مثلا ناخد خط كده مثلا يعني، وناخد خط كده، وكل مسافة يعني خط، او كل صورة انت عايز تفصلها ما بين الصورة والتانية خط. هنروح عند سلايس تول، بعدين سلايس فروم جايدز، هنضغط عليها ضغطة واحدة هيقسم لي. بص، احنا لو بصينا هنا هنلاقي ايه، ارقام. هنا في 3، ادي في 3، 4، نزلنا شوية تحت هتلاقي 5، وهكذا. احنا كده بنحفظهم مرة واحدة، وبعد كده اول ما يتقسم كده تلقائي هنروح فايل، اكسبورت، سيف فور ويب، مش هنعمل سيف از او كده. بعد كده سيف، هنختار المكان اللي نحفظ فيه، ادي مثلا نسميها بيهانس. سيف، هتلاقيهم كلهم مع بعض اتحفظوا مرة واحدة. ادي كل الملفات، كل الصور اتحفظوا زي ما انت قسمتهم بالظبط. بعد ما احنا حفظناهم واحنا نزلناهم وكل الكلام ده، هنروح على البيهانس ننزلهم. ما تخافش، هم هينزلوا بنفس الترتيب اللي انت كنت عاملهم، يعني كنت مخلصه على الفوتوشوب. فهتضيفه عادي زي اي مشروع. هتروح مثلا هو فين، ايوه هم دول، تاخدهم كلهم كده مرة واحدة، تلاقيهم نزلوا بنفس الترتيب. فهتقول لي في مسافة، في مسافات بين كل صورة والتانية، صح؟ فدي منظرها مش حلو، يعني هتلاقي التصميم كأنه يعني معزول، دي معزولة عن دي. هروح على ستايلز ونقلل المسافة دي لحد 0 أو 0 يعني. سيف كده تمام، كله ضاف كما صورة واحدة أو كملف واحد بس. وندوس ببلش ونكتب البيانات بتاعته ونظبط الدنيا دي. كده أنا عرفتك إزاي تعمل بورتفوليو أو تعمل مشروع كامل للبورتفوليو بتاعك أو للبيهانس بتاعك. ما تنساش تتابعني عشان تشوف الشغل اللي جاي أكتر، وإن شاء الله بإذن الله يعني هنزل لكم شرح كل حاجة أنت عايزها.
السلام عليكم.